بتاعنا بس معلقه اهو بالمنظر ده كده. فطار بسيط، فول وفلافل وجبنه بطماطم وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد يا رب يعجبكم. النهارده هنعمل روتين في البيت، تسييق بقى والكلام ده. انا المره اللي فاتت عملت روتين، غيرت السراير والستاير وكنست من على الوش. النهارده بقى هنشيل وهنغير السجاد ده وحافظ السجاد وهنسيق وهنعمل روتين جامد جدا النهارده. يا رب حبيبي تدعموني النهارده بمشاركه بناتي هيساعدوني. يا رب بقى تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس واللي ما اشتركش يشترك في القناه علشان بناتي النهارده هيساعدوني. يلا بينا نبدا نقول بسم الله. كل ده هيتغير له. ماشي، ثواني اولع النور. كل ده حبايبي هيتغير له، الفرشه دي كلها هتتغير، الارضيات وكده. استنوا بقى معانا، هشيل وارجع تاني معاكم. اهو انا سيقت بالمنظر ده اهو، الارض كلها سيقت وطلعت السجاد نضيف اهو، اللون ده حبايبي اهو. طلعت السجاد اهو نضيف، والتاني هغسله باذن الله، وبره كمان بالمنظر ده. انا سيقت كله اهو. انا كده بقى هبدا اغسل معايا السجاد. انا قلت بالمره كده اغسله. انا كده بقى بوشت السجاده بتاعتي، انا بغسل قدام باب الشقه عندي هنا بالمنظر ده. انا كده بقى هعمل التركيبه اللي انا هغسل بيها السجاد بتاعي، بيخلي لي السجاد زي الفل. انا عندي هنا صابون سايب جميل جدا، احنا عندنا معمل بيعمل حاجات جميله جدا. وعندي العجينه ديت عفوا، العجينه دي جميله جدا، تركيبه للابيض، للغسيل الابيض وللسجاد والحاجات ديت بتبقى جميله جدا، معموله من حاجات خام تفور لك اي بقعه، بتخلي كل حاجه زي الفل. تحطي حبه بس بيعمل لك رغوه جامده، وبتغنيكي عن الكلور واي حاجه تانية. احط حبه بس، انا مش هعمل حاجه تاني للغسيل بتاعي. خلي لي السجاد بتاعي ريحته جميله وزي الفل، ما فيهوش اي بقعه. وكمان حبيت التركيبه دي انا بجيبها للغسيل، بصوا في ثواني تعمل رغاوي وريحتها ونضيفه جدا. انا بقى هغسل السجاد بالمنظر ده. يا رب حبيبي يوم النهارده يكون بسيط بالنسبه لكم، ويكون خف على قلبكم، ويكون فيديوهاتي بتعجبكم. يا ريت لو وصلتوا معايا لغايه هنا، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واللايك يا حبايب قلبي. بصوا حبايبي، بصوا حاجه بسيطه، بصوا بقت عامله ازاي. انا كده بصوا غسلتها وبشطف، وبناتي بيسحبوا ورايا الميه. بصوا السجاده عندي بقت عامله ازاي وكده حبايبي اهو. السجاده التانية اهيت بالمنظر ده كده. هبوشها بقى واحط عليها الخلطه بتاعتي ديت، وهعمل فيها نفس السجاده الاولانيه. دي كده المشايات بقى، انا كده خلصت السجادتين، وكده المشايه اهيت تخليها زي الفل. انا بوريك رجليا رصرصت، انا نشفت بالمنظر ده. انا قلت للبنات اقعدوا، الجو ساعه، قالوا لي لا، ما رضوش يقعدوا. اقول لها هنكملوا معاك يا ماما، احنا بدأنا من الاول مع بعض وهنخلصوا مع بعض. البنات حنينين يا حبايبي كده. بصوا انا فرشتها السجاده بالمنظر دوت عفوا هي كبيره شويه، انا هاتني بقى الجزء دوت واخليه تحت الشلت، وكمان هحط حافظه فوقيها عشان الجو ساقعه، وكمان عشان تحميلي السجاده، عشان بناتي شقيين شويه. والفرش ده حبيبي انا عاملاه على ايديا، انا جايبه المتر من دوت ب20 جنيه، وانا اللي مفصلاه على ايديا. انا بحب التفصيل جدا، بحب اعمل الحاجات دي على ايديا، وبحب اعمل شغل الكروشيه والتريكو والحاجات اليدويه دي. باذن الله هعمل معاكم فيديو على الحاجات دي كلها. وانا جبت القماش دوت المتر ب20 جنيه، وانا اللي خيطته على ايديا، وباذن الله بس انا عاملاه قبل ما اعمل القناه، كنت صورته معاكم. ومفرش هنا بصوا عامل برده كورنيشات بسيطه. انا باذن الله هجيب قماش تاني عشان اعمل الشيلات اللي في اوضه المعيشه. وبرضك المنظر ده حبايبي اهو، جنب ده كمان عملته اهو. عملت هنا برضك الدورانه ديت، عملت برضك النظام ده كله زي بعضه.
باذن الله هجيب كمان 5 متر، دولت 5 متر، 5.5. هجيب كمان 5 متر واعمل الشيلات اللي في اوضه المعيشه حبايبي، وهعملهم معاكم باذن الله، واوريك ازاي تخيطي على ايديكي وتوفري وتدبري، بدل ما تودي الخيط تاخد منك فلوس ياما. لا احنا نوفر وندبر بحبه خيط عندنا وابره، هنعمله احلى حاجه بايدينا ومن صنع ايدينا. دي هتبقى بالنسبه لنا حاجه بص يعني كويسه جدا، وكمان احنا بنوفر، احنا قاعدين ما بنعملوش حاجه. بالمنظر ده حبايبي. انا كده بقى الارض تنشف بس عشان مبلوله. انا كده فرشت اهو، فرشت السجاده وفرشت فوق الحافظه، والشيله دي كمان غيرت لها بالمنظر ده. معلش بقى البنات واقفين كده اهو. اهي السجاده تحت عفوا حبايبي، انا قاعده ابص تحت البطانيه متكتكه كوبايه شاي في ايديا وقعدت تحت البطانيه. فرشت هنا كمان عشان اغسل المشايه ديت، وهنا فرشت بردك السجاده، وكان عندي بطانيه قديمه اهي، دي بطانيه قديمه رحت فرشاها فوقيها تحميلي السجاده بالمنظر ده اهو. دي مشايه، ودي سجاده نفس السجاده اللي جوه حبايبي. دي زي ما قلت لكم دي بطانيه قديمه عندي، انا قلت ايه ما بستعملهاش، فقلت افرشها فوق السجاد تحميلي السجاده من داخله الباب وتدفي الارض بتاعتي. كده بقى هنخش على الكارثه الكبيره، المطبخ. طبعا المطبخ عندي مبهدل، مفيهوش مواعين ياما، في مواعين العشاء ومواعين الفطار بس، حاجات بسيطه كده وكوبايات كده. هنغسلهم مع بعض ونسيقوا المطبخ بتاعنا ونفرشوه، وهنعمل غدا بسيط هنعمله، هفتح تونه واقلي بطاطس. خلصت المطبخ وفرشته، وخلصت الطرقه خلاص فرشتها بالمنظر ده، وانا خدت الفرشه دي كمان غسلتها بتاعت المطبخ، فرشه نظيفه كده. بقى انا حضرت الغدا بتاعنا اهو بسيط، غدا بسيط كده، العيش وادي بطاطس وتونه اهي، طبقين تونه، وكان عندي شوربه باقيه من امبارح بتاعت اللحمه. بصوا حبيبي الملوخيه بتاعتي عامله ازاي خضراء، عملت طبقين ملوخيه، والمخلل طبعا ده المخلل اللي انا عملته معاكم في القناه حبايبي. بصوا قلبه عامل ازاي، بصوا اللي هو الليمون القضاليا بالطريقه دي، وده مخلل الكرنب، وطبعا الرقع الرسمي الخاص بتاعنا طبعا بقول كنت حفظتونا. فحبايبي يوم زي دوت انا الصراحه مش هقدر اقف اعمل اكل بعد اللي انا عملت ده كله، فانا قلت ايه يعني فتحت علبتين تونه، وكان عندي حبه شوربه عملت عليهم طبقين ملوخيه ومخلل وبطاطس مقليه وعيش، نعمه ورضا والحمد لله على كده. ووصلتوا حبايبي لغايه هنا معايا في الفيديو، يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللايك يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.